السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم متابعين الكرام، وأهلا وسهلا بكل متابع جديد لإلي. إذا أول مرة عم تشوفوني يا ريت تحطوا لي لايك واشتراك حتى تكبر قناتي فيكم. رح نبلش بخلطة الفروج. عندي هون 4 معالق كبار لبن. أنا مستخدمة كيلو دجاج، كيلو فخاد. هلأ بدي أضيف عليهم نص كوب زيت زيتون، إذا 4 معالق لبن ونص كوب زيت زيتون. بدي أحط لهم كمان ملح، اليوم ما استخدمت الفلتر عطلان. وهون كمان معلقة صغيرة زنجبيل بودرة، ومعلقة صغيرة بابريكا حلوة أو حدة، ومعلقة كبيرة معجون طماطم. إذا عندكم دبس فليفلة كمان نحطه، ومعلقة صغيرة برش ليمون، ومعلقة صغيرة هيل مطحون، وعصير ليمونة. وبدي أحركن، وهاي التبلة بدي أخد منها للبطاطا. طبعا تبلة البطاطا بدي أحط فوقها كزبرة وكاري وكركم. هلا هاي بتبل فيها الفروج، بخلي منها شوي للبطاطا. هون حطيت لها كمان شوية ملح، لقيت ملحها قليل شوي. طبعا بهالمرحلة بنحسن ندوق لأن ما في فروج حتى إنه الواحد يصير فيها جراثيم. إذا هاي خليتها مشان البطاطا. هاي أخدتها مشان تبل فيها البطاطا، أخدتها من نفس تبلة الفروج. بدي أحط فوقها كزبرة يابسة، وبدي أحط فوقها كركم، وبدي أحط كمان فوقها كاري. بحركهم وبتبل فيهم البطاطا. تابعوني حتى تشوفوا الخطوات النهائية، خليكن معي. وهون الفروج بعد ما تبلته هو والبطاطا صفيته بالصينية تبع الفرن. حطيت البطاطا من تحت والفروج من فوق، وهلا بدي اغلفه بورق صغير. وهون حطيته بصينية الفرن، وحطيته فوقه ورق زبدة، وبعدين ورق القصدير حتى هيك يحافظ على الفروج وما يقطع الجلد. بعدين بدي احطه بالفرن على حرارة 180. اذا حطيته بالفرن على حرارة 180 درجة من فوق ومن تحت، بعد ساعة تقريبا استوى. وكشفت عنه القصدير وخليته يتحمر من فوق. وبعدين بدي اطفيه بحمض وثوم ومع معلقة زيت زيتون، بيعطيه كتير لون وطعم كتير طيبة. جربوها لهالخطوة، كتير بيعطي طيابة للفروج، حتى ابدا ما بضل في زنخة ابدا ابدا. زي مثل ما قلت لكم عصير ليمونتين وكم توم مهروسين مع معلقة زيت زيتون. شايفين على هاللون كتير لونه حلو، طعمته كمان كتير طيبة، بيشبه الفروج المسحب اللي كنا نشتريه. وريحته عبت البيت فعلا مثل ريحة المحلات الجاهزة. اتبعوا هاي الطريقة وجربوها، كتير كتير طيبة، وخلال ساعة بيكون استوى، يعني سهل. وهي هون السفرة النهائية. عملت معه صحن فتوش، وعملت كمان سلطة خضار كتير بتلبق معه، كمان كريمة توم كاتشب، بتحبوا شطة. فعلا كتير طيب ولذيذ، والولاد بيحبوه كتير. انا دايما بعمله بهيدي الطريقة، وبنصحكم تجربوها. وهاي هون قطعت فخدة قدامكم، لك لحمه ابيض وطري كتير، يعني ما في لا دم لا زنخة، لان انا غسلته اول شي بمي باردة وملح وخل ابيض. تقريبا نص ساعة خليته بمحلول الخل والملح. بعدين صفيته وعصرته،
مو عصرته قصدي نشفته بالمصفاية، يعني حطيته بالمصفاية ونشفته من المي. ايه، وبعدين تبلته بالتتبيلة يلي شفتوها بأول الفيديو. وهذا كان غدانا اليوم، بتمنى يكون عجبكم المحتوى، وبتمنى تحطوا لي لايك واشتراك حتى تكبر قناتي فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.